الصمت أحيانا أقوى من 1000 كلمة، لأن هناك لحظات لا تحتاج إلى تفسير، بل تحتاج فقط إلى هدوء، لأن بعض الكلمات تفسد المشاعر، بينما الصمت يحفظها نقية. لأنك عندما تصمت يبدأ الآخرون في سماع أفعالهم لا كلماتك، لأن الصمت في بعض المواقف ليس هروبا بل ذكاء، لأنك عندما تصمت تجبر الجميع على ملاحظة ما لم يكونوا ينتبهون إليه، ولأن الصمت قد يكون الجواب الوحيد الذي يفهمه من يستحق ويتجاهله من لا يستحق. ليس كل صمت ضعفا، أحيانا يكون أعنف رد ممكن، وأحيانا يكون الصمت احتراما للنفس ودرسا لغيرك. فالكلمات متاحة للجميع، لكن الصمت لا يجيده إلا الحكماء. وفي النهاية الصمت لا يعني أننا لا نشعر، بل يعني أننا ندرك أكثر مما نتكلم. صباح الخير، صباح العافية على هنا وناسنا الطيبين، وين ما تكونون. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم كلش هواية. رجعت لكم بهذا الفيديو كلش بسيط، ان شاء الله يعجبكم. متعودين انا وياكم نبدي بذكر الصلاة على محمد وآل محمد تنوير القلوب. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم كلش كلش هواية. مثل ما تشوفون رجعت لكم هذا الفيديو يعني من باب التحفيز، روتين كلش بسيط. الحبيبات قلبي، خواتي وبناتي، مشتاقة لكم كلش هواية، وحبيت انزل هذا الفيديو. مثل ما تشوفون عندي عجين وخبز او خبز حار، واليوم مشتهية طبعا فلافل مال بيت الصبح على الريوق. سويت شاي، هم بعد كيفهم يردون جبان ما يردون، ما له غرض. ولازم احنا هذا شغل بيتنا منعوفه، متعودين عليه، وواجباته علينا طبعا كلش هواية. واللي ما بيها حيل ومتكاسله وتعبانه وما لها خلق يادو بتسوي لها مرقه وملابس ومواعين وكنسه، لا تشجعوا يا معلاه وتقوم شنو عندك فراش، عند الثلاجه، عندك اي شيء. فكلش حلوه لما تنظفين. انا بالنسبه لي من انظف واكمل بيتي احس براحه نفسيه مو طبيعيه. واذا شيء باقي عندي تكرمون اجل لكم الله، يعني وسخ او مواعين او شيء ما جالفته او فرشه ما شايلتها وغاسلتها، فاحس ما ادري نفسيتي تتعب واحس اكو شي ناقصني. فمثل ما تشوفون هذا صب الماء. رجعنا للصيف حبايب قلبي، وان شاء الله يعود علينا بالصحه والسلامه. رجعت وياكم بصب الماء. طبعا عندي هاي الساحه انا تعجبني اغسلها غسل لان كلش كبيره، والبنات طلاب وما يقدرن يعني بين يوميا يكنسنها، فأنا أغسلها غسل طبعا أرتاح وتطلع يعني وجهيتها وتطلع نظيفة كلش. فمثل ما تشوفون هاي الصبح أنا غسلتها بعد ما تريقت وخبزت وصفت الخبز وضميته، فقلت خلنا نغسلها وياكم. أرحب بمشتركات الجدد والقديمات، كل الهلا بيجن، نورتن قناتي بأي وقت وحياكن الله حبايب قلبي. وأشكركم كلش هواية على ذاك الفيديو صعدتوه، وتعليقاتكم هاي تخبل اللي تخليني أستمر وتشجعني حبايب قلبي، كلش حلوة وأرتاح وياكم. ومشكورين كلش هواية من كل وقلبه على التعليقات هاي الحلوة وعلى المعايدات الحلوة، وأكون لكم ممنونة حبايب قلبي. وإن شاء الله تستفادون من فيديوهاتي من أنزلهن. مثل ما تشوفون هنا كملت الساحة، وعندي أجل لكم الله وتكرمون أنتم. عندي القزامة هم راح أنظفها، تدرون يعني فترة عطلة هاي الأيام، فقلت خلنا أرتبها، أخذ الجواري بغسلهن، وأجل لكم الله الأحذية هم تنزلها وأمسح القزامة وأرتبها وأرجع الشغلات بيها. صراحة من يكون ما عندي شغل يعني أنتمي مثلا للثلاجة، أجل لكم الله للقزامة، مثلا للمجمدة، مثلا يعني أنتمي الشغلات إذا ما عندي شيء حبايب قلبي. مثل ما تشوفون اليوم عندي بانية طبعا من الحديقة مالتي، مالت العام إذا تذكرون من كنت أخذ بانية وأجمل، فراح أسوي مرقة بانية كلش طيبة، تكون عللية لأن ما موجود عندي لحم، فقلت خلنا أسويها عللية، هم ما يحبنها البنات، وأسويها مرقة طيبة. والقاسم الله الحمد لله والشكر العافية والرزق وراحة البال يا رب الأمة محمد والجميع متابعات إن شاء الله. واللي وصلت لهنا جديدة تشترك بالقناة حتى قناتي تكبر بيكم يا أهلي يا طيبين، حتى أني أستمر وتشجعوني أنزل هيجي فيديوهات، لأن صار لي 4 أيام صراحة لأن مشغولة وعندي شغل. وقلت لكم هذا الموسم مال شغل يعني شغلي أشتغله، فما ألحق صراحة. أنا أصور مو ما أصور، مرات حتى البنات يساعدني بالتصوير، فأني عندي شغل قلت لكم موسم، فهذا رزق على باب الله. فشوية عاقب المونتاج شوية أتأخر لأن شوية راد له وقت وتركيز، فالحمد لله والشكر. إن شاء الله بالخير يقدم رب العالمين، وأبقى مستمرة وياكم. ومثل ما شفتوا بداية الفيديو أنا خالة موضوع كلش حلو،
فأنا أعتبره هذا يعني ما أعتبره رد أو أعتبره فكرة أو أعتبره يعني بعد براحتكم. بعض الناس اللي منتقدين قناتي أو أنا ما أحب أجاوب أصلا ولا أحب أجيب هذا الطاري نهائيا، لأن صار الشغلة قديمة مثل ما يقولون. أول مرة طقوا بيها فاتحة قناة وما أدري شنو ما أدري شنو السبب ما أعرف، وأني ما مضايقة أحد ولا سايل أحد ولا منزلة شي مو زين. يعني حالي حال بعض القنوات، آلاف القنوات منزلة هيجي. فأنا حبيت وقررت قلت ما أرد هو مو تعليق بس انتقادات من باقي الناس للأسف يحجون من ورايا ما أعرف شنو السبب ولا غاثتهم بشي. وأنا بعد هاي هوايتي وعندي هواية بهذا الشي الحمد لله والشكر، وزوجي راضي وما عندي أي شي وما مسوي شي غلط ولا سايق لأحد. فأنا ما أحب أرد على هيك شغلات، وأكو تعليقات مرات تجيني سلبية فأني أتجاوزها ما لغرض بيها، لأن هي التعليقات السلبية راح تخليني شو اسمه أتمسك أكثر بهذا الشيء. بالعكس أنا ما تأثر علي التعليقات السلبية أو ما تأثر علي انتقادات الناس، بالعكس أنتم جاي تشجعوني للأحسن طبعا أستمر شنو عندي أصور وأنزل. ومرات إذا ملاحظين أنزل مرات كل يوم وين فيديو أو كل بين يوم ويوم أنزل فيديو، فأنا أنتم تشجعوني على هذا الشيء. بالعكس ما راح تكسروني ولا راح مثلا تقللون من اهتمامي بالقناة أو مثلا أتكاسل وأقول خلنا أبطل أو فتشي، لا ما له غرض. أنا فاتحة قناة حالي حال البقية الناس، فالحمد لله والشكر، وإن شاء الله أستمر أو أوصل للشيء اللي أريده الهدف اللي ببالي يا ربي. فالحمد لله والشكر أنا من فتحت قناة ما محتاجة شيء، بس حبيت أخليها هيك مثل ما يقولون مصدر إلي أو بصمة حلوة أخليها. فأنا باوع الفيديوهات يعني ما سايل أحد ولا جايبة سيرة أحد بشي مو زين. مرات إذا ندخل بعد يعني بعض المواضيع بيناتنا في حبايب ومثل الصديقات فأني أوصل الفكرة، وبعد بكيفكم مرات من أنزل فيديو اقتصادي أو فيديو مثلا حكاية مو حلوة أو حكاية حلوة فأحب أوصلها، فتاخذون الفكرة من عندها، مو شرط يعني تاخذونها بكيفكم، تردون يعني تباعون وتسكتون، تردون تستفادون من هذا الشيء. فحبايب قلبي أنا حبيت أقلكم بهذا الفيديو بعد اختصاص أبد ما أنزل أو ما أحكي بهيك موضوع بكل فيديوهات، ما طوني أنا مستمرة وأنتم تشجعوني حبايب قلبي. ونخوة عراقيات كلش حلوة من صعدت اللي ذاك الفيديو بالتعليقات وباللايكات، أشكركن كلش هواية حبيبات قلبي. مثل ما تشوفون هنا رتبت أرجل لكم الله القزامة، وعندي المجمدة هم ما تقد خلنا ننظفها يعني من باب التحفيز. قلت لكم أنا من أنزل فيديو مو ما تعرفن تنظفن ولا ما تعرفن الطبخن، أنا هم حالي حالشن هم يجوز أباوع الفيديوهات الثانية وأقوم أشتغل. تمام حبيبات قلبي. فأنا من يعني هسه انت لو قاعدات بعض متابعات الغاليات على راسي يا عمري، إذا قاعدات وما كان خلق وما بيشن حيل من تشوفني أنظف وأرتب تقولين يعني شنو معلا ورتبت ونظفت وإحنا باقين. فأني هذا الهدف إني أحفزكن فتنتمن الفيديوهاتي أكثر شيء وتنتظرني شو وقت تنزل معلاوي فيديو. إن شاء الله فيديوهاتي كلها حلوة وتعجبكن وتستفادن من عندها ولو شيء بسيط. فأنا قلت لكم ذاك الفيديو اللي تحب شنو أنزلها بالفيديو أنا عادي يعني اللي أقدر عليه، مثلا أكل اقتصادية أو تقتصدين أو فتشي. فأنا نزلت لكم موضوع الحصالة اللي أكو بيهن استفادا من عندها وأكو بيهن ما طبقن هذا الشيء، فهم براحتي أنا من نترك الموضوع ما أجبركم يعني مو إجباري. فمن أنزل الموضوع أحب يعني خلي فكرة يمكم تستفادن منها ما تستفادن منها تخلينها ببالكن بعد بكيفكن من يمكن حبايب قلبي. إذا حكاياتي حلوة ومرتبة ومعدلة مثل معلاوي ردن علي بالتعليقات يقولون حكاياتك كلش حلوة. إذا أنا يعني تجاوزت بشي زين أو مو زين عادي هم ردن علي يقولون يابا حكيتي هنا نقطة مو زينة عندك، حتى أنا الشجعني هيجي أستمر أنزل فيديوهات أو مواضيع أحكي بيها. فاني هذا موضوع القناة يعني خالصة منه نهائيا من قبل كم شهر صراحة. أنا نزلت تقريبا 4 أشهر، أكو ناس مقربة إلي ما يعرفون أنا منزلة قناة أو أصور وأنشر ويصعد الفيديوهات مالاتي، بس نهائيا ما دروا. بس بعدين من دروا ما أدري، لأن ما حد واحد يتدخل بواحد، هو حر نفسه يعني هاي حياته هو حر بيها، يفتح قناة يشتغل يخيط يعني كل من شغله. فليش الناس تتدخل بهذا الشيء؟ أنا ما أهتم لهذا الشيء ولا يعني مثلا قللت من قناتي أو قمت ما أنزل أو ضجت أو فشي. بالعكس طبعا أنا شجعت من سمعت هيجي ناس قالوا المن فاتحة قناة والمن شلكم غراض، فأنا شجعت وصرت أقوى بهذا الشيء. قمت أنزل أكثر فيديوهات، شفت متابعاتي دي يتفاعلن وياي أكثر، شفت التعليقات كلش حلوة، فاستمريت بهذا الشيء طبعا بجهودكم وتعليقاتكم الحلوة حبايب قلبي. مثل ما تشوفون هذا موضوع الحصالة أنا هم منزلته لكم
ان شاء الله استفاديتن من عنده، وان شاء الله من المحرم كل من تكتب لي يابا يجوز متابعات، انا اعرفهن سباعيات يجوز مسويات حصانه وما يردن يقولن والمحرم يلا يقول لي، فانا اشجعكن على هذا الشيء. هي مو شرط تلقين يعني ذاك المبلغ، بس من تلقين لك 50 60 يكفنش كلش هوايه. لو عندك مثلا نذر لابو عبد الله عليه السلام، او عندك قرايه، او عندك موضوع، او عندك لابو القاسم، او عندك زرده، فانت ما تخربين الميزانيه مال بيتك او ما تخربين المصروف مال بيتك. فانت عندك، احنا نقول هذا الربع والالف شنو معناه؟ لا إلى معنى، راح يوفر ربع على ربع يجمع 500، و500 على 500 يجمع 1000، وألف على ألف يجمع 2000. فيصير عندك الدخل كل زين من جاية للحصالة وتفتحينها فتلقين دخل يعني كل زين تستفادين منه. فما تحتاجين أو تخربين المصروف مالتك أو فد شي. فالحمد لله والشكر ما تحتاجين شي. تبقين مثل ما تشوفون عندي هسه هذا المعجون والثوم، وحبيت أخلي بصل على مودلية وبهارات مال المرقة. راح اسوي مرقة بانية كلش طيبة ان شاء الله تعجبكم. واللي مجمدة بانية وتطلع وتطبخ تكتب لي بالتعليقات. هاي اللي قسمتها وياكم سويتها قطع، بس صراحة ما خليته هاي لان دسمة كلش، والمرقة مالته قليلة سويت وجبة لان ما حد عندنا موجود. وذول الصغار مثلا ياكلون نساتل، ياكلون اجبان بالتسعة بالعشرة، يتريقون متأخر. فقلت انا علي من عندي هاي الطماطم ما تخليتها بالخلاط، انا عندي مسويه كياسه بس لانك مخليتهن الوقت يكون الكهرباء ما موجوده اطلع الطماطه جاهزه عندي. فشفت الكهرباء مستمره طلعت الطماطه عندي جامده هم هيك عدله، نقعتها ماي حار ذوبتها وذبيتها بالخلاط. اليوم اشتهي الرقه طبعا، خذت لي رقيه الوزن مالتها كلش كبير، فيعني اسويها مرتين صراحه مو مره واحده، لان اذا اخليهم قدامهم بالمواعين يبقون ياكلون ويشمرون، فاخلي كل من قسمة يمه أو كل من قطعتين. فمثل ما تشوفون هاي مرقة البانية تخبل سهمنا وسهمكم ألف عافية. أو سويت وياها تمن عنبر كلش حلوة ونوعيته كلش تخبل صراحة. بنات التمن العنبر توا إجانا ما أعرف ليش تمنينا برمضان، فكلش حلوة نوعيته. مثل ما تشوفون هنا هسه راح أجهز الغدا وياكم حبايب قلبي. فغدانا كلش بسيط، قدمناه ويا القاسمة الله سهمنا وسهمكم ألف عافية. بس كانت الخضرة ما موجودة باقي على السنق مغسولة ومكملة بس مع نزلاتها البنات. طبعا أنا مرات استعين بالبنات أو استعين بهن مرات من أجهز وأكمل أقولهن الباقي عليكن، فما منزلات الخضرة خطية ناسياتها. سوينا تمن أبيض عنبر ومرقة بانية ورقي. الحمد لله والشكر سهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتستفادون منه ولو شيء بسيط. واللي تحب فيديوهاتي وتشجع وتحب هيك شغلات تكتب لي بالتعليقات حبايب قلبي. وهاي العطلة استفادت منها كلش هواية، يساعدني البنات بالتنظيف. بالميوزة هم ما ترتبت، أنا دائما أرتب ما أخلي شيء. عندي ملابس قديمة شتوية ما ضميتها صراحة بنات، أي خليتها للمسح أو خليتها استخدمها بشيء ثاني حبايب قلبي. فقلت أحسن همات الميازة شوية تخف، همات الملابس يعني تحسين أكو شيء جديد عندك، فالقديم همات ميلت على جهة. فمثل ما تشوفون هنا البنات راح يغسلن المواعين، انا ما عندي شيء، راح اكمل واصلي واخذ لي جلاس شاي. اطب اشوف عندي فيديو او اشوف عندي مونتاج او اشوف عندي كم فيديو ادمجه. فاني هاي من اطب الغرفتي حبايب قلبي، اطب تقريبا بالوحده بعد ما اطلع من غرفتي، يعني موظفه تحيات الموظفات كلهن حبايب قلبي. فمن احل بالوحده اطب غرفتي للاربعه، فاطلع اني مرتاح بالي منخنخ مخمالتي شنو اسوي عشاء شنو عندي خوب، ما اخذها طقاقه فد مره يعني من الصبح لحد الليل انا قاعده. لا بالعكس، حتى بنات معودتهن الصغار والكبار اذا ما عندهن شي راسن يخلصن غدا يرتبن بيتهن، ما عندهن شي يكفكفن اغراضهن بعدن حرات يعني يباوعن على التليفونات ينامن. فالمهم ما يطلعن برا. فالحمد لله والشكر ياخذن حجايتي خير وبركه. الحمد لله والشكر يا ربي على هاي النعمة وعلى هذا الرزق المطينا يا رب العالمين. كله بفضل رب العالمين والله العظيم. لو عندك أكلة، لو عندك تاكلي لك خبزة وماي، هذا كله بفضل رب العالمين. وطيبة وما عندي شيء وما محتاجة لأحد، كلش كافية. فالحمد لله والشكر يا ربي خير ونعمة. الحمد لله والشكر عليهن العافية. مثل ما تشوفون هنا من زمان ما مشاركتكم غسل المواعين، لأن المواعين مرات علي بأيام رمضان أو البناتي، استغل انا بساعه راسا اغسلهن واشطفهن واكمل لان ما اصور. فحبيت اشارك اليوم وياكم هاي مالت المواعين، يعني هيك بسيط من باب التحفيز لبنوتاتنا حبيبات قلبي بنوتاتنا.
لما تخلصون غدا وماما تعبانة أو ما لها خلق بعد تدرون يعني هي المسؤولة بهذا الشيء، فأنتم تشيلون عنها شيء قليل هي تفرح كلش هواية. حالها من حالي، من أنا أفرح من بناتي ساعدني بشيء بسيط. صراحة هنا من تغديت وكملت وفرشت أسناني وخدت قلاصة شاي ورحت لغرفتي أصلي وأكمل شاي، فهن يساعدني بهذا الشيء صراحة. أنا هماتي مقسمة مرات الشغل عليهن، مرات زينات ومرات لا والله يتعبن، فأنا المسؤولة عن هذا الشيء، فأقوم أنا أكمل الشيء من وراهن عادي، ما أجبرهن على شيء. إذا حلوة من رضاتهن يسوون هذا الشيء. مرات يفاجئني، مرات يسوون عشاء، مرات يسوون لهن كيكة، مرات ألاقيهن منظفات غرفتي، يعني هن عادي ينظفن، بس أنا ما هون بيهن كطالبات أو عندهن واجبات كلش هواية، فما يعني أهون بيهن دائما يشتغلن صراحة. فأقول ما يخالف، أنا هنا المسؤولة، مو مثلهن. هن شيء عادي، مثلا حتى لو يسوون العشاء يكتفن بي أو مواعين كلش كافي، فأنا المسؤولية علي، اللي من أقوم مثلا للمجمدة، للثلاجة، الغرفة، البرد، الشراكف، المصلايات، وجوه الأمخاد، مثلا شنو عندي، شنو زايدة، شنو ناقصة، شوف بالمجمدة شنو. حبايب قلبي، وصار الفيديو طويل، إن شاء الله أكون خفيفة الظل عليكم واستفاديتوا من عندي ولو شيء بسيط، وإن شاء الله ما ضايقتكم بحكاياتي، إن شاء الله أكون خفيفة الظل عليكم. وحبيت أدردش وياكم بهذا الموضوع مال فتح القناة ومنا حتى بعد ما أعيد، فأني قررت ما أحكي بهذا الشيء، بس ما أدري بعد حبيت أوصل الفكرة لبعض الناس، لأن لا حد يتدخل بشؤون الثاني، لأن شيء ما خاصكم هذا ولا غاثكم ولا شيء، بس ما أعرف شنو هذا طبع الناس، ما أعرف بعد كل من وتصرفاته. أظن أنا قبل ذكرت في فيديو يعني قلت هذا مرض نفسي، اللي يدخل نفسه بشؤون الناس هذا مرض نفسي أعتقده. حبايب قلبي، ما بدي أطوجكم ولا أنزلكم شيء سلبي، كله إيجابي، بس حبيت أطرح هاي الفكرة على مود توصل لبعض الناس، واللي وصلت لي هنا جديدة